أهلا وسهلا فيكم بقناتي قناة فتوش كيتشن. وصفتنا اليوم راح تكون دجاج بصوص البيري بيري مع الرز الخاص اللي بتقدم معه. بتمنى إنه وصفة اليوم تنال إعجابكم. قبل ما نبلش في طريقة العمل، ياريت لو أول مرة بتشوفوا قناتي إنكم تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا جرس التنبيهات، وياريت تدعموا الفيديو بلايك وتشاركوني بتعليقاتكم الحلوة. يلا مع بعض نشوف طريقة العمل. أول شي راح نجهز لصوص البيري بيري اللي راح نعمل فيه الدجاج. طبعا أول شي في محضرة الطعام راح أضيف بصلة، وراح أضيف فليفلة حمراء. طبعا الفليفلة لازم بهذا الصوص تكون لونها أحمر. كمان راح أضيف قرن فلفل أحمر حار، لأنه كمان هذا الدجاج لازم يكون إنه حار، والفلفل لازم يكون لونه أحمر. وراح أضيف 7 أسنان من التومة. راح أضيف عصير ليمونة، وفي عندي هون برش ليمونة. في عندي ربع كوب من الزيت النباتي. راح أضيف معلقتين كبار من رب البندورة، معلقة كبيرة من السكر، وراح أضيف معلقة كبيرة من الخل الأبيض، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ورشة فلفل أسود، ومعلقة كبيرة من الملح، وربع كوب من المي. وهلا راح أهرس كل هاي المكونات بمحضرة الطعام. هيك شكل عندي الصوص بعد ما هرسته في محضرة الطعام. طبعا شيلوا منه قدر فنجان لأنه راح نستخدمه للرز. هلا راح أبلش أتبل الدجاج. طبعا أنا هاي القطعة من الدجاج اللي استخدمتها، بس أكيد أنتوا بتقدروا تستخدموا دجاجة كاملة أو أي قطعة من الدجاج. وراح أتبل الدجاج بهاي التتبيلة، وبفضل إنه يضل متروك بهاي التتبيلة لمدة ساعة حتى ياخد من النكهة كتير منيح. طبعا هون بعد ما مرق ساعة على الدجاج وهو منقوع في هاي التتبيلة، طبعا بغطيه بورق زبدة، وراح أحط فوق ورق الزبدة ورق قصدير، وراح أحطه بالفرن لمدة ساعة على درجة حرارة 200 حتى يستوي عندي. هلا رح نبلش نجهز للرز. في عندي هون بطنجرة حطيت معلقة من الزيت النباتي ومعلقة من الزبدة. هلا رح استنى الزبدة تذوب عندي. راح أنزل بصلة مفرومة وأقلبها مع الزيت والزبدة حتى تدبل عندي. هلا راح أبلش أضيف الفلفلة الملونة اللي هي أنا استخدمت 3 حبات أصفر وأخضر وأحمر، وراح أقلبهم مع البصل. وهون كمان راح أضيف قرنين من الفلفل الأحمر. زي ما حكيت لكم هاي الأكلة حارة، طبعا تقدروا تخففوا إنكم تضيفوا قرن فلفل واحد بس. وهلأ راح أضيف من صوص البيري بيري اللي عملناه أول شي على هاي الخلطة، وأحرك المكونات مع بعض حتى يتمازجوا. طبعا الرز هون كله حياخد النكهة من صوص البيري بيري. هلا راح أبلش أضيف الرز. أنا هون استخدمت 4 أكواب من الرز البسمتي المغسولين والمنقوعين، وراح أقلبهم مع هاي التتبيلة كتير منيح. ما راح أضيف بهارات لأنه النكهة حياخدها من الصوص. وطبعا أنا هون ما ضفت ملح لأنه الصوص فيه ملح، فأنتوا طبعا بهاي المرحلة بتدوقوا إذا كان بحاجة ملح أو لا. هلا راح أبلش أضيف المي. طبعا بس حغمر الرز بالمي، وأول ما يبلش يغلي عندي مثل هيك بوطي عليه وبغطيه وبتركه ليستوي. هون عندي طبعا الدجاج بعد ما طلعته من الفرن. كمان هلا راح أحمر وجهه، بس قبل ما أحمر وجهه راح أدهنه كمان بالصوص البيري بيري اللي عملناه.
ما تتخيلوا قديه طعمه كتير لذيذ بهاي التتبيلة، بنصحكم إنكم تجربوها. وهلأ بحطه ليتحمر ويشوي. وهون عندي كمان الرز جهز، وهلأ راح نقدم الطبق. وهذا الشكل النهائي عندي لطبق دجاج البربري والرز الخاص فيه. بتمنى وصفتي لليوم تكون نالت إعجابكم، وصحتين وألف عافية.